قال العلامة محمد علي فركوس حفظه الله: إن الاحتفال بالمولد النبوي الذي أحدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام، وإما محبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيما له، زعموا يعتبر من البدع المحدثة في الدين التي حذر الشرع منها، لأن هذا العمل ليس له أصل في الكتاب والسنة، ولم يتخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم موالد لأحد من سابقيه من الأنبياء والصالحين، ولا لأبيه آدم عليه السلام، ولا لمن مات قبله مثل عمه حمزة وزوجته خديجة رضي الله عنهما. ولم يؤثر عن الصحابة والتابعين إحياء مثل هذه الموالد والاحتفال بها، أي لم ينقل عن أهل القرون المفضلة إقامة هذا العمل، ولا عن الأئمة أصحاب المذاهب الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد.